المية كانت طالعة واحدة واحدة لحد ما وصلت لرقبته، هو والسواق جوه العربية في الملاحات، وكل ثانية بتعدي كانت بتقرب النهاية. ساعتها الراهب قال في نفسه: أبانا الذي، ورسم علامة الصليب وقال: يا رب في إيديك أستودع روحي. وبين لحظة والتانية حد ظهر من العدم، نزل المية وطلعهم وعمل لهم تنفس ورجعوا للحياة. بس السؤال بقى، إزاي راهب يوصل للحظة دي أصلاً؟ وإيه اللي دخله طريق الرهبنة من البداية؟ الغريب إن دي مش كانت مرة وخلاص. الراجل ده اتقال عنه إنه قابل الموت كذا مرة، وكل مرة يطلع منها. ومش بس كده، ده بره الدير كان معروف عند ناس مصالح مرور وشركات أدوية، ناس مسيحيين وناس مسلمين، كلهم كانوا بيحبوه وبيحترموه. ومع كل ده هو في الأساس كان إنسان بسيط جدا، قليل الكلام ويهرب من الظهور. خليني أخدك لآخر أيامه الأول، وبعدين نرجع للبداية. في آخر الفترة جسمه كان بيتعب جدا، اتصاب بفيروس سي والتهاب كبدي وبائي، وجاله كمان نزيف من دوالي المريء. ومع الوقت ظهرت أورام في جسمه وفي رجله كمان. الأدوية نفسها كانت بتزود عليه الألم مش بتخففه. وسافر فرنسا، عمل عملية وخد علاج مكثف، ومن ضمن العلاج كان فيه حقن. الحقنة دي كانت تسيبه يومين كاملين مش قادر يتحرك. بس اللي اتقال عنه إنه حتى وهو في الحالة دي ما طلعش منه تذمر، بالعكس كان دايما بيشكر ربنا. الآباء في الدير قالوا له: ارتاح، كفاية، ما تعملش حاجة. هو كان يرفض لأنه متعود إن الخدمة عنده مش وقت فراغ، دي حياته. بس لما حالته ساءت قوي اتفرض عليه إنه يقعد غصب عنه. وبعد كده دخل في مرحلة صعبة، غيبوبة كبد، وكان في قليته ساعات يصرخ من الوجع وينادي: يا رب يسوع المسيح ارحمني. والدكاترة قالوا كلام موجع، مفيش علاج نافع، والجسم بيضعف قدامهم يوم بعد يوم. وفي وسط الوجع كان في أب راهب تاني، أبونا كيرلس، يخفف عنه بهزار بسيط ويقول له كلام معناه: انت في السما هتبقى منور، ويمكن أكتر حاجة منورة تبقى الكبد. هزار لطيف بس وراه محبة ومحاولة يرفعوا عنه الحمل. وفي يوم حد بعد القداس الرهبان راحوا له ووقفوا يصلوا حواليه، وبعد الصلاة قالوا له: صلي لينا. وكان قدامه صورة للمسيح على الصليب، فطلع منه كلام كله اتضاع ووجع. قال لربنا بمعنى: انت احتملت ألم كبير عشاني، وانا مش قادر استحمل مرض بسيط، سامحني. ووقتها عيط وخلى اللي حواليه يعيطوا معاه. وبعد رحلة طويلة اتنيح بسلام يوم 7/9/1997 بعد حوالي 20 سنة في الرهبنة، واتدفن في طفوف الدير مع الآباء الرهبان. طيب نرجع بقى، مين الراجل ده؟ وابتدت الحكاية منين؟ قبل ما يبقى أبونا الراهب زينون المقري كان اسمه فؤاد. اتولد سنة 1949 في إمبابة، في منطقة معروفة باسم بيت النصارى، وأخذ الثانوية العامة سنة 1968. اللي اتقال عنه من بدري إنه كان إنسان على سجيته، بسيط، قلبه نضيف، هادي، عفيف، وديع، ما يحبش الجدال ولا يعلي صوته على حد، ومن النوع اللي يشتغل في صمت ويخدم من غير ما يستنى شكر. بعد ما خلص خدمته العسكرية اشتغل سواق تاكسي في القاهرة، ودي كانت مرحلة مهمة لأن فيها حصلت نقطة التحول اللي غيرت حياته كلها. في مرة وهو ماشي في طريق عام، الإشارة كانت مفتوحة، الدنيا ماشية طبيعي، وفجأة ظهر قدامه شخص بيعدي الطريق. فؤاد حاول يزوغ، حاول يتفادى، بس ملحقش. الراجل وقع واتصاب إصابات صعبة وكسور. الناس اتجمعت بسرعة، وفي ناس كتير شهدت إن السواق ملوش ذنب وإن الموقف حصل فجأة. بس برضه تخيل الضغط النفسي والخوف، وإن حياتك ممكن تتعطل بسبب لحظة. في اللحظة دي فؤاد عمل حاجة من قلبه، طلب من ربنا إنه ينجيه من الورطة دي، ووعد وعد واضح:
لو ربنا نجاني أنا هروح الرهبنة. واللي اتقال إن ربنا نجاه فعلا بطريقة ما كانش بيتوقعها، وفؤاد ما نسيش وعده. في شهر 1 1978 دخل الدير، وفي تفصيلة مؤثرة جدا. أمه هي اللي خدته بنفسها للدير، مش بس موافقة، دي كانت فرحانة وبتوزع شربات على الزوار والعمال اللي موجودين وقتها. وكانت بتقول إن ده أسعد يوم في حياتها، إن ابنها يخدم ربنا وإن صلاته تبقى شفيع ليها قدام المسيح. في البداية كان طالب رهبنة، وبحكم خبرته في السواقة اشتغل سواق جوه الدير، واتقال إن الأب متى المسكين فرح بيه جدا. وبعدها بشهور في شهر 4 1978 ترهب زينون، وكان ضمن الدفعة رقم 12 ومعاه 3 رهبان. الفترة دي كان فيها شغل كتير قوي، وأبونا زينون كان حاضر في الشغل ده بشكل واضح. اشتغل على القلابات وكل أنواع العربيات، شارك في شغل طرق، بنى ألالي كتير، واشتغل كمان في استصلاح الأراضي. يعني ما كانش شخص موجود بالاسم، ده كان راهب عامل فعلا، شايل خدمة تقيلة ومكمل من غير ضوضاء. بعد كده الأب الروحي استأمنه على شغل حساس جدا، الخروج بره الدير سنين طويلة، يجيب احتياجات، يخلص مصالح، ويشتري طلبات الدير. يسافر كتير ويرجع ساعات متأخر، وأول ما يرجع يكلم الرهبان، تعالوا خدوا الحاجات اللي اتجابت، ولو حد قال له خليها لبكرة كان يعتذر لأنه غالبا مسافر تاني بدري. حياته بقت شبه سكة واحدة، عربية نقل، مشاوير، مصالح، رجوع، تسليم، وبعدين سفر من جديد. ولو السواق اللي شغال على العربية خد أجازة، أبونا زينون كان يلبس الشغل مكانه، حتى لو يوم عيد ممكن تلاقيه بره بيخلص. ولو حد قال له استريح كان يرد بمعنى عملي جدا، يعني نسيب المواشي من غير أكل، لأنه كان مسؤول كمان إنه يجيب العلف بتاعها. واتقال كمان إن الأب متى المسكين قال عنه كلام معناه إنه سخر نفسه للخدمة دي بالكامل. والعجيب إن مع كل التعب ده ما تقالش إنه اشتكى، كان دايما مبتسم وبشوش، والناس ترتاح له، عشان كده الكل حبه. مع الوقت اتعرف عند ناس كتير بره، في المصالح الحكومية، في إدارات المرور، تصاريح وتجديد رخص العربيات، وكان هو المسؤول عن الحاجات دي. واللي يلفت إن الناس اللي عرفته ما كانوش نوع واحد، مسيحيين ومسلمين كلهم كانوا بيحبوه. ولما تنيح اتقال إن ناس كتير منهم اتأثروا جدا، خصوصا لما عرفوا الخبر من الأب اللي استلم الشغل بعده. ومن ضمن مشاويره كمان كان يروح لشركات أدوية يجيب أدوية بيطرية للمواشي، وكان من لطافته وبساطته إنه يتكلم بمصطلحات الدكاترة والصيادلة، وده خلى ناس كتير تحبه أكتر. وفي موقف مشهور كان فيه بضاعة محجوزة في الجمارك، الناس اللي بتتعامل معاه قالوا له صلي، إحنا متعطلين. فهو بكل هدوء قال لهم بمعنى ربنا هيحلها بسرعة. خرج من عندهم، وبعدها مباشرة تقريبا جه تليفون، المشكلة اتحلت. الناس فرحت جدا وفضلوا فاكرين الموقف. وبرغم إن معارفه كترت، هو كان خجول، يختصر الكلام، ينجز بسرعة ويرجع الدير. ما كانش بيحب القعدة ولا الظهور. جوه الدير كان معروف إنه يشيل عن غيره، لو حد غلط هو اللي يلحق ويصلح، لو شغل اتأخر هو اللي يقوم بيه. كان يتحمل أثقال وأخطاء إخواته من غير ما يجرح حد، لدرجة إن الأب الروحي قال عنه كلام قوي جدا بمعناه إنه دخل الملكوت من أوسع أبوابه. ونرجع للحادثة اللي بدأنا بيها. مرة العربية النقل وقعت بيه هو والسواق في الملاحات. الموقف كان صعب والمية كانت بتعلى، وفي وسط اللحظات دي حصل اللي زي المعجزة. حد شافهم، نزل المية وطلعهم وعمل لهم إسعاف وتنفس لحد ما فاقوا. ولما رجع للدير الرهبان سألوه كنت حاسس بإيه وقتها؟ قال بمعنى بسيط جدا لما المية وصلت قريب من رقبته صلى صلاة أبانا الذي
ورشم الصليب وسلم نفسه لربنا. واتقال إن دي ما كانتش الحادثة الوحيدة. موقف تاني، كان بيستحمى وبابور جاز شغال، الغاز انتشر وملى المكان وهو أغمى عليه. واتقال إنه فضل من ليلة السبت بالليل لحد يوم الحد بعد القداس وهو مش قادر يتحرك وبيتنفس بالعافية. أبونا أبانوب شم ريحة الغاز، كسر الباب بسرعة، لقاه في حالة خطيرة ولحقه في آخر لحظة، كان حرفياً على آخر نفس. لو جمعت كل المشاهد دي مع بعض هتلاقي إن حياته كانت خط واحد واضح: شغل، خدمة، سفر، احتمال، وصمت، وابتسامة. من سواق تاكسي في القاهرة لوعد اتقال في لحظة خوف، لراهب دخل الدير سنة 1978 وعاش جوه الدير راهب عامل، مسؤول عربيات ومشاوير واحتياجات، محبوب من الكل وناجي من مواقف موت، وبعدين مرض قاسي بس فضل شاكر لآخر نفس. وفي النهاية اتنيح بسلام يوم 7/9/1997 بعد جهاد 20 سنة في الرهبنة، واتدفن في طفوس الدير مع الآباء الرهبان. لو القصة لمستك اكتب لي في التعليقات ايه أكتر مشهد وقف معاك؟ حادثة الملاحات، ولا وعد التاكسي، ولا صبره وهو بيتعالج وبيشكر ربنا؟ ولو حابب تسمع قصص أكتر بنفس الأسلوب اعمل لايك واشترك وفعل الجرس.